يا مساء الفل والهنا واهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة ازاي ننظم كاونتر او رخامة المطبخ. النهاردة هقولك على اسرار تنظيم كاونتر المطبخ، ده اللي هيخلي مطبخك مرتب 24 ساعة بدون مجهود. كلنا عندنا نفس المشكلة، تنظيف الكاونتر وبعد ساعة بيرجع فوضى تاني. فلو كنت بتعاني من نفس الموضوع يوميا فخليكي معايا في الفيديو ده عشان هنكتشف مع بعض طرق بسيطة وسهلة تخلي الكونتر عندك يفضل نظيف طول اليوم، وهقولك على كل الأسرار عشان تحافظي على رخامة أو كونتر مطبخك مرتب بدون تعب. في البداية كده هحكيلك على التجربة الشخصية ان انا كنت بحط كل حاجة على الكونتر، اجهزة، توابل، علب، كل حاجة، والنتيجة ان ما بقاش عندي مساحة فاضية والشكل عشوائي، وكنت بتعب جدا في التنظيف، لحد ما عرفت قاعدة مهمة جدا ان الكونتر مش للتخزين، الكونتر للاستخدام فقط. فالخطوة رقم 1 لازم نفضي الكونتر بالكامل. أول خطوة لازم نعملها فضي الكونتر كله، حرفيا كله، شيلي كل حاجة وامسحي كويس وبصي على المساحة الفاضية. أنا لما عملت كده صدمت قد إيه المكان وسع. فنصيحة مني ابدأي من الصفر دايما عشان تعرفي ايه المهم. فأول خطوة ان احنا هنفضي المساحة كلها. اما تاني خطوة بنقسم الكونتر لمناطق. اعملي ركن للقهوة، ركن للتحضير، ركن الغسيل. فلما بتقسمي الكونتر بتشتغلي أسرع بكتير. فعن تجربة قسمت الكونتر بقيت أشتغل أسرع وكل حاجة ليها مكان ثابت. الخطوة رقم 3 اختيار الأساسيات بس. فاسألي نفسك سؤال بسيط، انتي بتستخدمي الحاجة دي يوميا؟ لو الإجابة خليها، ولو الإجابة لأ شيليها. أنا عن نفسي كنت سايبة أجهزة كتير على الكونتر وما كنتش بستخدمها أصلا، وكنت حاسة إن الكونتر زحمة ومش عارفة أشتغل وباخد وقت ومجهود في العمل جوه المطبخ. لكن لما شلتهم من على الكونتر وفضيت الكونتر بقى الموضوع أسهل بكتير. أما بقى الخطوة رقم 4 فأهم حاجة إن انتي تستخدمي صواني تنظيم. فالصواني هي سر الشكل الأنيق. حطي كل مجموعة في صينية بدل ما تبقى الحاجات مبعترة. أنا عن نفسي عملت ركن قهوة صغير بصينية وبقى شكله شيك جدا.
الخطوة رقم 5: تقليل الفوضى البصرية. مش بس الترتيب، لأ، الشكل كمان مهم. فاستخدمي ألوان موحدة، وقللي عدد الحاجات اللي ظاهرة، واختاري علب شكلها حلو. فالعين طبعا بتحب البساطة. ولو الكونتر عندك صغير فاستخدمي رف فوقه أو علقات على الحيطة، فيعني استغلي الارتفاع بقدر الإمكان. أنا عن نفسي زودت رف صغير وفرق معايا جدا. خطوة رقم 7: اعملي بقى روتين يومي سريع. ده أهم سر عشان تحافظي على الترتيب. طبعا 5 دقايق قبل النوم ده هيفرق معاكي جدا. هترجعي فيها كل حاجة مكانها، وهتمسحي الكونتر بسرعة. أنا بعمل كده يوميا، وعمري ما برجع الفوضى تاني. وفي أخطاء كلنا بنقع فيها ولازم نتجنبها، إن احنا بنحط كل الأجهزة على الكونتر وبنسيب حاجات ملهاش مكان، وبنكدس بدون تنظيم. فكل حاجة لازم يكون ليها مكان واضح. لو عايزة نقلة كبيرة بجد، مش بس تنظيم لكن إعادة تفكير في الكونتر كله. هل مكان الأجهزة مناسب؟ هل في مساحة مهدرة؟ هل الحركة سهلة؟ فلما غيرت مكان الكاتل بس فرق معايا جدا في الاستخدام اليومي. فكرة بقى رقم 8: تقليل الأجهزة. بصراحة مش كل الأجهزة لازم تبقى موجودة، فاحتفظي بالأهم وخزني الباقي، أو حتى استغني عن الغير ضروري. فكل جهاز على الكونتر بيشغل المساحة وبيخلي المساحة أقل، لكن لما تحطي كل جهاز في مكانه بيفضيلي المساحة وبيخلي المكان أنظف وأشيك. فكرة رقم 9: ديكور بسيط بيفرق. فالكونتر مش لازم يكون عملي بس، لازم يبقى مريح للعين. ممكن تحطي بقى نبات صغير، برطمانات شيك، لمسة خشب أو لون هادي. فلما أضفت نبات بسيط حسيت إن المطبخ بقى أهدى وأجمل وأشيك. فطبعا النبات في أي مكان بيدي روح وحياة، وبيحسسك إن انتي قاعدة في مكان راقي وجميل. الفكرة رقم 10 وهي الإضاءة. فالإضاءة بتغير كل حاجة. حطي بقى نور تحت الدولاب، إضاءة دافية، وإضاءة تتركز على الكونتر. فالإضاءة الصح بتخلي المكان شكله أغلى بكتير. ومن الحاجات اللطيفة اللي لازم نهتم بيها إن احنا ننظم ركن القهوة. فلازم في كل بيت يكون في ركن القهوة، لأن ده بيبدأ بيه صباحنا وبيحسن مزاجنا، ولما بتشربي قهوتك الصبح اليوم كله بيبقى لطيف. فاعملي بقى صينية بنجمع كل حاجة
بتجمع برطمان السكر والقهوة والمجات جنبيها. فلما بتعملي ركن صغير كده لو ما عندكيش مكان بيبقى أحلى جزء في المطبخ. وبرضو من الحاجات اللي لازم نهتم بيها تنظيم ركن التحضير. فركن التحضير ده أهم مكان، فخلي السكاكين قريبة والتوابل الأساسية جنبك، وخلي مساحة فاضية للشغل. السر إن هو الحاجات دي بتسهلك الحركة وبتبقى سريعة في الطبخ، فما بتبذليش مجهود كبير وبتحبي الوقفة في المطبخ. نيجي بقى لتنظيم الأجهزة. فالأجهزة لازم تتحط بذكاء، ممكن نحطها جنب الحيطة في ركن ثابت، وبلاش نحركها كتير. فخصصي مكان ثابت لكل جهاز، وخلي الكونتر دايما مرتب وفاضي. وخلي يومك في روتين 3 دقايق أو 5 دقايق هتعملي فيه ايه بقى؟ هتعملي مسحة سريعة، ترتيب سريع، ترجعي كل حاجة استخدمتيها في يومك لمكانها. فسر النظافة والنظام هو الاستمرارية مش المجهود الكبير. ولو عندك أطفال بقى خليكي بسيطة، ما تحطيش حاجات كتيرة. اختاري أدوات سهلة في الترتيب، اعملي مكان مخصص ليهم. فلما عملت كده بقيت أقلل الفوضى بنسبة كبيرة. وفي أخطاء بقى شائعة كلنا بنعملها، بنخزن حاجات زيادة عن اللزوم، بنخلط الوظائف، بنتجاهل الشكل، وممكن نشتري حاجات ملهاش علاقة ببعض ونحطها، فبيبقى المنظر عشوائي. لكن التوازن بيبقى هو السر. وعايزة أقولك إن فرق كبير لما طبقت الحاجات دي حصل فرق كبير جدا في المطبخ. فتعالي نشوف الفرق. قبل ما أطبق الحاجات دي كان في زحمة وتوتر، وتحسي بالخنقة وبضيق المكان، لأن الحاجات كانت متكدسة ومفيش حاجة في مكانها، كله متراكم على الكونتر أو الرخامة. لكن بعد ما حطيت كل حاجة في مكانها وشلت الحاجات اللي ملهاش لازمة وفضيت الكونتر، تحسي بقى براحة وترتيب، والمساحة تبقى فاضية، وبالتالي هتبقى النظافة أسهل. فهيبقى نفس المكان بس بطريقة مختلفة، وهتحسي بعد ما وضبتي المكان ان المكان اختلف تماما وان ده مش مطبخك. ونصيحة مني بقى، ما تستنيش يوم عشان تعملي فيه، ابدأي دلوقتي. حتى لو رتبتي جزء صغير هتحسي بفرق كبير. ابدأي حتى بدرج نظميه، وشيلي جهاز أو جهازين من على الكونتر وحطيهم بعيد، والحاجات بس اللي انت بتستخدميها خليها على الكونتر زي ماكينة القهوة. وحطي الحاجات في صواني، لميها في صواني، وحطي التوستر والكتل، وشيلي الباقي في التخزين اللي بتستخدميه مثلا مرة في الشهر زي العجان. كله حطيه بعيد عنك، او الحاجات النادرة عشان تفضي الكونتر وتحسي بفرق. وفي النهاية الكونتر النظيف مش حلم، ده قرار.
ابدأي خطوة خطوة وخلي الترتيب عادة يومية، وهتشوفي مطبخك اتحول بالكامل. ويا رب تكون الأفكار النهاردة عجبتكم، وأتمنى أن يكون مطبخكم دايما مرتب ونظيف وحاسين فيه بالراحة. ولو عجبتكم الأفكار ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك، وقولوا لي في التعليقات هتبتدوا بأنهي خطوة. وشكرا على وقتكم الجميل وعلى المتابعة. أشوفكم على خير الفيديو الجاي، وباي باي.